السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في قناتكم تامر أبو المعاطي والأفلام الممنوع من العرض. فيلم النهاردة فيلم برضه مش لاقي له سبب للحجب، ولا إنه يتشال، ولا إنه يتحط في العلب. فيلم يعني جميل جدا وكويس وكل حاجة، بس إيه سبب منعه مش عارف. الفيلم بيدور أحداثه حول نور الشريف اختفى فترة طويلة، ورجع ومعاه فلوس، ورجع لأمه عايدة عبد العزيز في مكان في حتة هي على البحر كده. هم فقراء جدا جدا جدا، بس رجع معاه فلوس. من حواليه بقى تبدأ الشخصيات اللي حواليه كلها. كان عايز يجوز نور. هيضحك عليها، وهيفاجئ في آخر الفيلم إن هي حامل كمان منه، وما كانش وضحى بيها ودخل في سكة المال والجاه والكلام ده. هيعرف غلطته في الاخر، بس هيحلها ازاي او هيعملها ازاي ده اللي هتتابعوه مع احداث الفيلم. ارجو ان ينال اعجابكم. الفيلم من مجمله كمونتاج كتصوير كل ممتاز جدا جدا. سبب العرض، سبب حجبه بقى، ده بصراحه ايه يعني، بيخلي الواحد يشد شعره. ليه؟ ليه الفيلم عادي جدا جدا، لا هو اباحي ولا هو اي حاجه، لكن منعوه من العرض عشان خاطر مين هنا في الفيلم ده مش عارف. نور الشريف ونوع، ما فيهوش اي حد يعني، ولا في كلمه سياسيه، ولا في كلمه كده، ولا كلمه، لكن اتمنع. او عمو عزيز بتاع زمان هو اللي كان حط الحاجات ديت، ومسك الفيلم ده وحطه ضمن الافلام بتاعته في العلب. ارجو ان ينال اعجابكم، وسهرة سعيدة لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشكرا جزيلا للجميع. لا تنسوا اللايك والتفعيل والمشاركة القناة. شكرا لكم جزيلا.